في الحقيقة وضع النظام الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة بيزداد سوء بشكل كبير جدا، وده على أكثر من مستوى. المستوى الأول وهو مستوى البنية التحتية. الشعب المصري الآن نتحدث يزيد عن 100 مليون مواطن، ولكن عدد المستشفيات الموجودة في مصر الآن لا تستطيع أن تخدم هذا العدد الكبير من المواطنين، أقل من النسبة العالمية المطلوبة. على مستوى الأطباء للأسف الشديد الآن أيضا في مصر عدد الأطباء العاملين في مصر لا يزيد بحال من الأحوال عن المتوسط، يقول من 80 إلى 90 ألف طبيب المتواجدين حاليا داخل مصر ويعملون داخل مصر، وهذا أقل بكثير من النسبة العالمية المطلوبة، وهي تقريبا ما نتحدث عن 30 طبيب لكل 10,000 مواطن. النسبة الموجودة في مصر الآن نتحدث تقريبا عن من 10 إلى 12 طبيب لكل 100,000 لكل 10,000 مواطن. فالنسبة في مصر كعدد الأطباء قليل جدا. أيضا للأسف الشديد لسوء هذه الأوضاع، الأطباء في مصر الآن يريدوا أن يهاجروا إلى الخارج، يتركوا مصر ويذهبوا إلى العمل في الخليج، يتركوا مصر ويذهبوا إلى العمل في أوروبا، يتركوا مصر ويذهبوا إلى العمل في أمريكا. كل هذه العوامل تؤدي إلى تدهور الوضع الصحي في مصر. النقطة الأخرى أنه للأسف الشديد هناك نقص شديد جدا في المستلزمات والأجهزة الطبية الموجودة في المستشفيات الحكومية في مصر. على الصعيد الآخر القطاع الخاص موجود في مصر، ولكن الأسعار في القطاع الخاص تكون مرتفعة جدا، وبالتالي المواطن البسيط في مصر لا يستطيع أن يدفع مقابل هذه الخدمة في القطاع الخاص، فيلجأ إلى القطاع الحكومي الذي تحدثنا عنه، واللي فيه عجز شديد في الأطباء، عجز شديد في المستلزمات والإمكانيات، وعدد هذه المستشفيات الحكومية قليل بالنسبة إلى عدد المواطنين. في الحقيقة النظام المصري أعلن في البداية أنه لا توجد حالات كورونا في مصر. هذا مع بداية الأزمة كورونا، عندما حدث أعلن أنه لا يوجد حالات كورونا، وكان هذا تقريبا في شهر فبراير، في منتصف شهر فبراير الماضي تم الإعلان عن أول حالة كورونا في مصر. وكان هناك نوع من أنواع التهوين بشأن وباء كورونا، أن هذا الوباء وباء ليس بخطير مثله مثل الإنفلونزا العادية، وبالتالي لا يجب على المواطنين أنه يكون في حالة خوف أو حالة رعب من هذا الوباء. ده وباء بسيط إن شاء الله زيه زي الإنفلونزا وهيعدي بشكل بسيط. لكن بعد كده اكتشفت الحكومة المصرية ووزارة الصحة أن هذا الكلام غير صحيح، وفي منتصف شهر مارس الحكومة المصرية بدأت تأخذ إجراءات احترازية بعد شهر كامل من بداية أول حالة كورونا في مصر. فبدأ حظر تجوال في مصر، وبدأ تقليل الكثافة، كثافة العاملين في القطاع الحكومي في مصر، وبدأ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مصر. ولكن للأسف الشديد ده تم في منتصف شهر مارس 2020. يبقى أول حالة كورونا ظهرت منتصف فبراير 2020، بداية الإجراءات الاحترازية منتصف شهر مارس 2020. احنا بنتحدث عن شهر كامل تم إنكار أو تم التهوين من وجود الكورونا في مصر. من منتصف شهر مارس حتى منتصف شهر يونيو 2020 كان هناك عدة تفاعلات مع أزمة كورونا من قبل الحكومة المصرية، لكنها كانت دون المستوى. الحكومة المصرية عندما بدأت تتعامل مع الوباء كورونا للأسف الشديد لم تتعامل معه بالشكل اللازم كما تعاملت معه معظم الدول التي تحيط بمصر. ولنأخذ على سبيل المثال دول الخليج، وهي الأقرب إلى مصر، هي دول جيران لمصر. للأسف الشديد الدولة المصرية تعاملت مع وباء كورونا تعامل سياسي وليس تعامل فني، ليس تعامل من منظور طبي أو منظور فني، ولكن تعاملت معه من منظور سياسي واقتصادي فقط. وبالتالي لم يكن هناك لجنة متخصصة لمواجهة هذا الوباء، ولكن كان فقط رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزارة الصحة هي التي تتعامل. في معظم الدول المحترمة التي الموجودة حوالينا التي تتعامل مع هذا الوباء كان هناك لجنة عليا متخصصة تجمع أطباء متخصصين، تجمع اقتصاديين متخصصين، تجمع إعلاميين متخصصين، تجمع أمنيين متخصصين. لكن للأسف الشديد هذا لم يحدث في مصر، فكان التعامل الفني فيه نقص شديد جدا في الخبرة. النقطة الثانية التعامل الإعلامي مع الأزمة. للأسف الشديد كان أيضا هناك تهوين من الأزمة، وكان هناك تحميل للشعب المصري هذه الأزمة
بمعنى أن الشعب المصري ليس لديه وعي، وبالتالي الشعب المصري هو المسؤول عن انتشار وباء كورونا. ثم انتقلت النغمة في الإعلام أنه لا والله ده مش الشعب المصري المسؤول، ده الأطباء الذين يعالجون هذا الوباء هم المسؤولون عن انتشار وباء كورونا، لأن الأطباء بدأوا يشتكوا من نقص الإمكانيات، الأطباء بدأوا يشتكوا من نقص الأدوات المتاحة لديهم، الأطباء بدأوا يشتكوا أن هناك أدوات الحماية اللازمة لهم حتى يستطيعوا أن يباشروا عملهم مع المرضى غير موجودة، وبالتالي هددوا الحكومة المصرية إذا لم توفروا هذه الأدوات وهذه المستلزمات سوف نستقيل من الوزارة ولا نعمل. فبدأت الحكومة المصرية تحمل الأطباء مسؤولية انتشار الوباء، وبل مسؤولية زيارة أعداد المرضى وزيارة نسبة الوفيات. وهذا كان تصريح رسمي لرئيس الحكومة أن الأطباء في بعض المحافظات هم المسؤولين عن انتشار الفيروس ومسؤولين عن زيادة نسبة الوفيات في الشعب المصري. وفي الحقيقة أن المسؤول الأول هي الحكومة المصرية، المسؤول الأول هو الرئيس المصري، المسؤول الأول هو وزارة الصحة في مصر، هم المسؤولين لأن هم الذين لديهم جميع الأدوات لمواجهة هذا الوباء. وقد رأينا أن مصر في ظل عجز الإمكانيات الموجودة لكنها بدأت ترسل مساعدات إلى كثير من الدول التي حولنا. أرسلت مساعدات إلى أمريكا، أرسلت مساعدات إلى الصين، أرسلت مساعدات إلى إيطاليا، أرسلت مساعدات إلى أسبانيا، وأرسلت مساعدات إلى بعض الدول الأفريقية، مع أن الوضع الصحي في مصر فيها عجز شديد في المستلزمات. فبدل من أن ترسل هذه المساعدات وهذه المستلزمات إلى المستشفيات المصرية وإلى الأطباء المصريين، أرسلتها إلى الخارج إلى دول كبيرة ليس لديها احتياج إلى مثل هذه المستلزمات. كل هذه الأمور أدت للأسف الشديد إلى تعامل غير جيد مع الأزمة. والآن في مصر مع بداية هذا الشهر، شهر 7، الحكومة المصرية تراجعت عن جميع الإجراءات الاحترازية اللي موجودة، وبالتالي نحن في مصر الآن ونحن نتحدث عن بداية شهر يوليو نحن في ذروة الوباء في مصر، ومع ذلك جميع الإجراءات الاحترازية غير موجودة، مما يهدد الشعب المصري ويهدد صحة الشعب المصري في مواجهة الوباء. الحقيقة النظام المصري والمعلومات التي يقدمها عن كورونا للأسف الشديد معلومات غير حقيقية وغير صحيحة وغير دقيقة. النظام المصري كما أسلفت سابقا، أول حالة كورونا كانت في منتصف شهر فبراير، ثم الإعلان الرسمي والإجراءات الاحترازية كانت في منتصف شهر مارس، وبدأت الحكومة من منتصف شهر مارس تعلن عدد الحالات المصابة في مصر، لكنها لم تعلن عن عدد المساحات أو عدد الحالات التي تم اختبارها، التي تم عمل مساحات لها أو عمل. فبالتالي أنت تعلن أن على سبيل المثال اليوم هناك 50 حالة كورونا في مصر. طب هذه ال 50 حالة كم اختبار أنت صنعت؟ وبالتالي كانت النتيجة هذه ال 50 لا أحد يعلم. إلى الآن لم تعلن الحكومة المصرية عن عدد المساحات التي تمت، التي صدر عنها أو التي نتج عنها هذا العدد من الحالات. ما نراه في الواقع المصري على الأرض والذي يتحدث عنه زملائنا الأطباء في المستشفيات أن عدد الحالات التي يباشرونها يوميا أعلى بكثير جدا مما تعلن الحكومة المصرية. عدد الوفيات في المستشفيات الحكومية نتيجة لكورونا أعلى بكثير مما تعلن الحكومة المصرية. فللأسف الشديد في ظل عدم دقة المعلومات وعدم الشفافية اللي موجودة لا نستطيع أن نحكم هل هذه الأعداد صحيحة أم غير صحيحة، هذه الأعداد دقيقة أو غير دقيقة. للأسف الشديد هناك عدم شفافية، هناك إخفاء حقيقي للمعلومات عن الشعب المصري، وبالتالي هذه الأعداد التي تظهر غير حقيقية وغير صحيحة وغير دقيقة، وبالتالي ده بيؤدي أن الشعب المصري لا يتعامل مع الأعداد التي تصدرها الحكومة بشكل واقعي، لا يهتم بهذه الأعداد تزداد أم تقل، لأن الشعب المصري يعلم أن هذه الأعداد من البداية أعداد غير دقيقة وأعداد غير صحيحة. بالنسبة للنشاط الذي كان يباشر في مواجهة هذا الوباء، الحقيقة الأطباء في مصر يعني الواحد من هذا المنبر بيوجه لهم الشكر والعرفان والتقدير على الجهد الذي بذلوه في مواجهة هذا الوباء، جهد كبير جدا. الحقيقة كانوا بيتعرضوا كما أسلفت سابقا نقص في الإمكانيات، تعامل غير جيد من الحكومة المصرية، لا وجود لأي دعم مادي أو دعم أدبي للأطباء، ومع ذلك الأطباء باشروا عملهم. الأطباء كانوا في مواجهة الوباء، الأطباء كانوا بينزلوا يعالجوا المرضى، والأطباء والكادر الطبي جميعا قام بالواجب اللي عليه في ضوء الإمكانيات المتاحة وفي ضوء الوضع المتاح. فالحقيقة جهد كبير جدا 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 من الأطباء بنشكره
عليهم في مواجهة هذا الوباء. الحقيقة الآن كما قلت سابقا لا توجد معلومات دقيقة. الآن الحكومة المصرية تمنع الزيارات عن جميع السجون في مصر منذ منتصف شهر مارس لما أعلنت الحكومة عن الإجراءات الاحترازية. الحكومة المصرية تمنع الزيارة عن جميع السجناء في مصر، وهي تقول أن هذا من باب حماية السجناء، وهذا جيد، يعني هذا جيد لتحمي السجناء. لكن للأسف الشديد في المقابل هناك أخبار تأتي من السجون أن هناك عدد كبير من الإصابات داخل السجون. ما مدى دقة هذه المعلومات لا أحد يعرف. ما مدى عدد الإصابة داخل السجون لا أحد يعرف. هل هناك وفيات داخل السجون؟ لا أحد يعرف. هل هناك إصابات حقيقية خطيرة داخل السجون؟ لا أحد يعرف. أنت تعلم أن النظام المصري الآن نظام منقلب، وبالتالي لا يعبر عن حقيقة الوضع في مصر. للأسف الشديد السجناء يتعرضوا إلى معاناة كبيرة جدا داخل السجون، لا يوجد وضع صحي جيد لهم. هناك عدد كبير جدا من كبار السن، هناك عدد كبير جدا من أصحاب الأمراض، بل أن المفاجأة أن هناك عدد كبير جدا من الأطباء موجودون داخل السجون، والنظام المصري لا يستفيد من هذا العدد الكبير من الأطباء في ظل ما قلناه سابقا من احتياج النظام واحتياج الدولة في مصر إلى الأطباء لمواجهة هذا الوباء. الحقيقة الشعب المصري مغلوب على أمره. أنت تعلم أن الوضع في مصر، الوضع الاقتصادي في مصر وضع في غاية الصعوبة، وبالتالي المواطن المصري البسيط الذي ينزل كل يوم ليبحث عن لقمة عيشه، عندما تخبره أنه اجلس في البيت لا تتحرك من البيت، هذا الوضع هو يعني هناك معادلة يقول إما أن أموت من كورونا وإما أن أموت من الجوع، وبالتالي هو يضطر أن ينزل ويواجه يواجه المرض ويواجه الوباء من أجل أن يحصل على لقمة عيشه. فلا يوجد دعم من الدولة المصرية للفقراء، لا يوجد دعم من الدولة المصرية للذين تسبب الوباء في قطع لقمة عيشهم في مصر. وبالتالي المواطن في مصر مغلوب على أمره. المواطن المصري مغلوب على أمره، هو يريد ينزل كل يوم ليبحث عن لقمة عيشه. ما يستطيع أن يفعله أن يأخذ بعض الإجراءات، كما أنه يرتدي كمامة عندما ينزل، يحاول أن يبتعد عن الآخرين. لكن نحن نقول أنه للأسف الشديد الأعداد في مصر كبيرة جدا، الزحام في مصر كبير جدا، ده يؤدي إلى انتشار المرض في مصر. لكن في المقابل المواطن المصري يبحث عن لقمة عيشه حتى يستطيع أن يعيش، فهذا يسبب ضرر كبير جدا للمواطن للأسف الشديد.